بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم بمقر رعاية فارما للأجهزة والمستلزمات الطبية ومستلزمات العناية الشخصية ومستحضرات التجميل والإكسسوارات. نستعرض في حديثنا النهارده ضمن السلسلة الخاصة بالأجهزة والمستلزمات الطبية. بقالنا فترة لما نلتقي، كان طبعا رمضان وبعديه العيد وكده، وخلال الفترة دي ما كنتش متواجد على شبكات التواصل الاجتماعي، وبالتالي لم نلتقي لهذه الفترة. نستأنف في حديثنا النهارده ضمن السلسلة الخاصة بالأجهزة الطبية والمستلزمات الطبية. نتكلم فيها النهارده عن موضوع مهم جدا. الحقيقه في ناس كتير جدا بتركب العربيه بتاعتها لفترات طويله جدا، بتقعد على الكرسي او على المكتب بتاعها لفترات طويله جدا، وبالتالي بيبقى في نوع من انواع الضغط على العمود الفقري، بيحصل الم في العمود الفقري نتيجه الجلوس لفترات طويله جدا على الكرسي بتاع العربيه او بتاع المكتب. كمان في ناس بتعاني من البواسير، وكمان لما يكون في معاناه من البواسير فالقعاد على الكرسي بيبقى الموضوع برضو بيزيد الالم وبيزيد الالام. عشان كده نتكلم النهارده على القعده السيليكون. القعده السيليكون اللي بالشكل ده. القعده السيليكون دي طبعا بتتحط على الكرسي، بنقعد عليها سواء الكرسي بتاع المكتب او الكرسي بتاع العربيه بنقعد عليها، بالتالي بتشيل كل الضغط العمود الفقري. يعني الناس اللي بتعاني من الام في العمود الفقري، القعده السيليكون بتشيل كل الضغط العمود الفقري، بالتالي الالام دي بتتلاشى تدريجيا، قد تحس انت تبقى قاعد تحس انت طاير مش قاعد حقيقه يعني. كمان الناس اللي بتعاني من البواسير لما بتقعد على الكرسي فترات بعيده جدا او طويله بيحصل نوع من انواع الالام البواسير بتزيد اكتر. مع القعده السيليكون الالام دي برضه بتتلاشى. الحمد لله رب العالمين، برعاية فارما متوفر منها اعداد كبيره جدا سواء للجمله او للقطاع. شاكر جدا ليكم، ونلتقي بأذن الله سبحانه وتعالى في حلقه جديده خاصه بالاجهزه الطبيه او المستلزمات الطبيه، نتكلم فيها عن استخدام كل جهاز طبي او كل مستلزم طبي، وظيفته واستخدامه وخلافه. شكرا جدا ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.